آم، كل سنة وانتم طيبين. ده أول لايف أقدر أعمله في رمضان. ربنا يعوده علينا كلنا بالخير. آه، اللايف ده مبدئيا في ناس على الصفحة عارفيني شخصيا. آم، عارفين ظروفي. في ناس كتير قوي وده الأكتر ما يعرفني شخصيا ويمكن مش عارفين آه، الصفحة دي معمولة ليه. في ستات أمارات كانوا بعتولي رسائل على الصفحة، ولما عرفوا آه، نصحوني ان انا اوضح في فيديو وانه ان انا دايما ببعد عن السيرة دي او عن المعلومات دي وانا بعمل لايف، فنصحوني وطلبوا مني اني لازم اوضح. ف انا اتاخرت يمكن كتير لانه الرسائل دي جاتني بقالها وقت، لكن كل حاجه ليها ميعادها. هو مبدئيا الناس اللي متعرفنيش، انا في الميديا كنت معروفه باسم أمنية يوسف. كنت مذيعه لقنوات قنوات يعني تلفزيون، وكنت مذيعة في قنوات الراديو، وكنت بعمل فويس اوفر او الدوبلاج. وفي نفس الوقت بما اني خريجة سياحة وفنادق، برضو كان ليا عمل في مجال الفنادق. أنا assistant guest relation manager. ده آخر تايتل كنت في آخر وقت كنت شغالة فيه في الأوتيليه في الأوتيلات. وبعدين آه، الكارير بتاعي باظ عمدا بيد أحدهما. وأنا معايا ابني وحيدي وقرة عيني، ربنا يخليه ليا ويخلي لكم كلكم ولادكم. و له ظروف كتير والأحداث كتير. انفصلت، حاولنا الانفصال بطريقة لطيفة ويعني بكل التنازلات، وبرضه منفعش. فأنا انفصلنا عن طريق الخلع. وأنا مع ابني، هو يعني لغاية دلوقتي بقاله كتير جدا 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 ما شافوش طبعا. يعني انا بالنسبه لي مش مانعه، لانه ده حق ابني، ومحدش عارف بكره في ايه والخير فين. والمهم انه آه، بما ان الظروف الحاليه كده، وبما ان ما بقاش سهل، لأنه ابني اتولد بدري جدا عن ميعاده. ورغم انه كان دكاترة كبار جدا اللي كانوا متابعيني في أثناء الحمل، لكن الآراء بتاعتهم أو قراراتهم في المرحلة الأخيرة أدت لمشاكل عند ابني. فإحنا بصدد إن إحنا بنخلصها واحدة ورا التانية ورا التانية ورا التانية. طبعا ده أنا بكمله لوحدي،
معايا بقى مامتي وبابايا. ف المشاكل دي والحالة دي، والوجود طبعا انه مفيش الا انا عايشة مع مامتي، وطبعا هي كبيرة على انها تبع طفل، فصعب عليا جدا اني اعرف ارجع الكارير بتاعي دلوقتي، او اني ابقى بنزل وبسيبه لانه محتاج اللي يوديه واللي يجيبه، ومحتاج اللي يراعيه في البيت. وفي نفس الوقت هو المسيرة بتاعت إنهاء المشاكل اللي تسبب فيها الدكاترة. والحقيقة أنا كنت يعني صحيح لا ما كنتش أملك حاجة لأني كنت في حالة صحية صعبة جدا، لكن أنا كنت مع قرار الدكاترة الصغيرين اللي كانوا بيقولوا وقتها. لكن برضو محدش عارف الخير فين، الحمد لله على كل حاجة. فصعب عليا إني أنزل دلوقتي وأقدر أبقى بروح ومواعيد مختلفة ودخول ونزول. أنا عندي يوميا حاجات ومشاوير مختلفة على مدار اليوم لابني، وأنا الوحيدة اللي ممكن أقوم بيها. فكان الحل والاقتراح من أحد الأصدقاء يعني، أو من أكتر من صديق وصديقة، إنه أعمل صفحة وأبتدي أشغلها، ويبقى هو ده مصدر الدخل اللي ممكن يجيلي أنا شخصيا، لأنه صعب النزول وصعب إني أبقى في وظيفة دلوقتي. وطبعا أقنعوني برضو يعني إنه بما إني كنت في الميديا لكذا سنة، فإنه هقدر أعمل ده يعني بسهولة. صحيح أنا مش عارفة أبقى متواجدة معاكم بشكل كبير لأسباب كتير. أولا، أو لسببين بمعنى أصح. أولا لانشغالي زي ما قلت لكم بالحياة اليومية والنزول اليومي الخاص بابني لعلاج المشاكل دي كلها دايما. وفي نفس الوقت لأنه برضو أنا مش بتعامل مع الموبايل، أو بعرف إن أنا أظهر الموبايل بشكل كبير، لأني في الوقت الحالي هو المفروض إن ابني ما بيمسكوش. فطبعا أنا لاغية الموبايل خالص، بطلعه يمكن في أوقات قليلة قوي لما ينام، أو لو أقدر أعمل لكم ريل أو حاجة سريعة لمدة دقيقة ولا حاجة في وسط النهار. فده اللي مخليني مش عارفة أبقى معاكم أوي. لكن أنا عملت بنصيحة اللي نصحوني، ووضحت لكم إيه أسباب عمل الصفحة دي، وليه أنا فكرت وقررت كده بعد نصيحة كذا حد من أصدقائي. وبطلب منكم تستحملوني لما بتأخر عليكم في اللايفات أو في الحاجات دي، ودعواتكم لابني. هو عدى مرحلة حلوة، يعني هو في مرحلة أحسن بكتير، لكن لسه قدامنا شوية. وطبعا ده بقى منتشر كتير جدا، يعني أنا كل ما بشوف، أنا طول الوقت بشوف ناس بتعاني من قرارات خاطئة للدكاترة والأطباء، وبرضو كبار جدا وليهم اسمهم. لكن الحمد لله الحمد لله إنها مش حاجة يعني، مش حاجة ملهاش حل، مش حاجة ملهاش علاج، مش حاجة ملهاش تحسن. الحمد لله جدا جدا. الحمد لله إنه يعني ليها حلول. صحيح واخدة جهد، واخدة مجهود، واخدة كده، لكن الحمد لله جدا إنها جت لغاية كده. لأنه خلال مسيرتي دي شفت أمهات
بأطفال برضو نتيجة قرارات خاطئة للأطباء، سواء في الحمل أو أثناء الولادة أو الولادة بدري زي حالتي. آه، بيعانوا من حاجات يعني يمكن ملهاش علاج، أو لسه ملهاش علاج لغاية دلوقتي، وحاجات يعني حاسمة يعني في الأطفال. فالحمد لله جدا إنها جت لغاية كده. الحمد لله. إن شاء الله أنا يعني دعواتكم لابني، وربنا يخلي لنا كلنا ولادنا إن شاء الله. يعني أنا مكملة، و وبرضه نفس القصة إنه برضه خلال مسيرتي وخلال اللي بشوفهم والناس اللي أعرفهم، آه، تقريبا أغلب الرجالة دلوقتي اللي بتنفصل، سواء بقى بخلع زيي أو بطلاق أو بتراضي أو بأيا كان يعني، آه، بيتنصلوا من أي حاجة تخص ولادهم، وده العادي. فتونة حبيبة قلبي، تسلمي لي يا قمر. انتي منوراني دايما، انتي منوراني دايما حبيبتي. وفتونة القمر الطيبة الغالية، ربنا يخليكي حبيبتي، منورة اللايف يا قمر. ف ده اللي ده العادي دلوقتي، ده اللي انا شايفاه دلوقتي. الحقيقة مش عارفة ليه الظاهرة دي، او هل ده آه، عيب تربية لجيل معين. آه، احتمال كبير، لانه انا شايفة عدد يعني لا يستهان به من الحالات، من الابهات بتعمل كده. حتى في ابهات يعني عاشوا وقت مع اطفالهم، يعني يمكن انا ابني لا، ما يعني ما عاش، يعتبر ده تقريبا هو اصلا قعد في الحضانة حوالي شهرين، هما شهرين كاملين اصلا. ويمكن بعدها الوقت اللي كان بعدها يمكن ما وصلش 3 شهور او حاجة زي كده، يعني ما كانش في وقت. لكن انا شفت كمان ابهات عاشوا مع اولادهم سنين ومراحل، وبرضه بسهولة جدا يعني شالوا ايدهم من كل حاجة. فده السائد. لكن برضه الحمد لله. محمد يا حبيبي، اهلا، منور اللايف. ربنا يخليك يا رب، ويتقبل منك دعواتك يا رب، ويخلي لك ولادك، وكل سنة وانت طيب. فأهم حاجة انه يعني دايما لما بفتكر واقول يا ريتني صممت او كنت في حالة احسن شوية عشان اصمم انه لا، انا شايفة ان رأي الدكاترة الاقل خبرة او الاقل مركز آه، في المستشفى او في المتابعة، هم انا شايفة ان هم الاصح. لكن ارجع اقول الحمد لله جدا 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 انه آه، حاجات مع الوقت وتكملة العلاج ان شاء الله، ان شاء الله يعني تنتهي، وربنا يشفيه تماما يا رب من كل حاجة. حتى برضو كان في عمل أو عمل كذا عملية. في عملية برضو دلوقتي فيها قولان إنها محتاجة تتعاد أو لأ. برضو كله بإيد ربنا، الحمد لله جدا 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 على كل حاجة. ف ميرسي للناس اللي تابعتني، ميرسي للناس اللي بتتابعني، ودعواتكم. ويا رب ربنا يعود رمضان علينا كلنا بألف خير. تصبحوا على خير.